بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنكمل السلسلة المبسطة لشرح مناسك الحج. وقفنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اركان الحج، اللي هي 4 اركان لا يصح الحج الا ان يأتي بها الحج، ولو ما اتاش ركن من الاركان فسد الحج، اللي هي لازم نعرفهم: الاحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. طيب، في بقى واجبات الحج. معنى واجبات يعني ايه؟ يعني ان الواجبات دي هي 7 لا يجوز تركها، ولكن من ترك شيئا منها متعمدا او ناسيا لزمه دم. تمام. انما ما يبطلش حجته، هو بيبقى لازمه دم. هبسطها زي ما بسطنا موضوع الاركان. احنا قلنا مثلا البيت ما بيقومش الا على اركان، يعني انما لو ما فيش اركان ما فيش بيت، نفس الحكايه. لو ما حدش اتى اركان الحج ال4 يبقى ما فيش حج. انما هنفسر بقى، او يعني هنشبه الواجبات كانها مثلا حيطان البيت بقى. يعني هي بتكمل بقى الحج، بتكمل تكملة البيت. لو هي مش موجودة، الأساس موجود، البيت موجود، ولكن بيلزمه بعض الحاجات. فهي نفس الفكرة، إن واجبات الحج دي هم 7 لا يجوز تركها، فمن ترك شيئا منها متعمدا أو ناسيا لزمه دم. طيب، ايه هم ال7 دي؟ واحدة واحدة بالتفصيل. أول حاجة الإحرام من الميقات، ده أول حاجة. تاني حاجة استمرار الوقوف بعرفة لغروب الشمس، واللي وقف ليلا ولو للحظة أجزأه ذلك. يعني وقلنا قبل كده لما جينا فصلنا في وقفة عرفة إن اللي راح للنهار لازم يكمل جزء من الليل، لا، ما يمشيش إلا لما تغرب الشمس، ما ينفعش يمشي قبل ما تغرب الشمس إلا ولو يكون عليه دم. إنما اللي جه ليلا ووقف جزء من الليل ولو لحظة أجزأه ذلك. يبقى أول حاجة من الواجبات قلنا الإحرام من الميقات. ما ينفعش نعدي الميقات إلا وإحنا محرمين، ولو حصل كده لازم نرجع تاني للميقات أو علينا دم. تاني حاجة استمرار الوقوف بعرفة لغروب الشمس. مش الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ومن أركان الحج، الحج عرفة. إنما استمرار الوقوف بعرفة لغروب الشمس، ومن وقف ليلا ولو لحظة أجزأه ذلك، ده تاني واجب. تالت حاجة اللي هو المبيت بمزدلفة. والدليل على كده قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ده اللي هو المزدلفة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه اللي هي الفجر ووقف معنا حتى ندفع، أي اللي هو إن إحنا ننفر يعني من مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفسه. طيب، المبيت من مزدلفة رخص للنساء والضعفاء إن هم يقضوا منها، يعني جزء من الليل يقعدوا مثلا ويمشوا على الفجر. دي اترخصت للنساء والضعفاء. إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المبيت بمزدلفة. طيب، رابع واجب من واجبات الحج هو المبيت بمنى ليالي التشريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بمنى. ورخص بقى للناس اللي هي لرعاة الإبل اللي هم خارجين عن حدود منى. وترخيصه صلى الله عليه وسلم دليل على انه واجب من واجبات الحج، ان المبيت في منى ده واجب من واجبات الحج. ومن لم يستطع المبيت بمنى لعذر في ليالي التشريق فلا شيء عليه، ويبات في اقرب مكان لها ان تيسر له ذلك، والا فحيث شاء، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى ده رابع واجب من واجبات الحج. خامس واجب وهو رمي الجمرات، وبيبدأ وقت رمي جمرة العقبة الأولى في منتصف نص ليلة النحر، نص ليلة النحر. وبيبدأ وقت رمي الجمرات ال3 في أيام التشريق من الزوال. فبيرمي كل جمرة، يعني كل جمرة ب7 حصيات، بيكبر مع كل حصاة. يعني يرمي الأولى يقول الله أكبر، يرمي التانية الله أكبر، التالتة الله أكبر، الرابعة كله بعدها الله أكبر، لغاية لما يرمي 7 حصيات. بيبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم الجمرة اللي هي الكبرى. طيب، من ترك شيئا من الواجبات عامدا، يعني هو مرضاش يحرم من الميقات، مرضاش يستنى للوقوف بعرفة لغروب الشمس، ما مثلا ما رماش الجمرات او كده،
عامدا أو ناسيا فجبره الدم، يعني والدم ده ما ياكلش منه ولا يهدي منه، ولكن يتصدق به فقط. تمام، يذبح يعني. طيب هنتكلم دلوقتي عن مسائل في رمي الجمرات. طيب اول حاجة، حجم الحصى بتاع الرمي بيبقى اكبر من الحمصة واصغر من البندق. تمام، حبة الحمص كده هي اكبر منها شوية، انما اصغر من البندق عشان ما تأذيش حد. تاني حاجة، ان هو بيلتقط الحصى من اي مكان في مزدلفة او منى او غير ذلك، ولا دليل على اشتراط كونه من مزدلفة. يعني ما فيش دليل ان احنا لازم ناخد الحصى من مزدلفة، ممكن ناخده من منى، ممكن ناخده من اي حتة. تالت حاجة، ان هو طبعا ما يصحش ان هو يرمي بطين او باسمنت، لانه لا يطلق عليه اسم الحصى، لازم يكون حصى. ولا ينبغي رمي الجمار بالنعال ونحوه او السب واللعن، زي ما في ناس كده بترمي الجمرات يعني تفتكر انها بترمي الشيطان، يعني فتقلع مثلا الجزمة او الشبشب وترمي بيها، فده طبعا لا يجوز، ولا يجوز سب ولا لعن ولا اي حاجة. طيب الواجب ان تقع الحصاة في الحوض المعد لذلك، يعني الحصى تقع في الحوض، وما يشترطش انها تصيب الجدار، يعني لو هي وقعت في الحوض وما صابتش الجدار فما فيهوش اي حاجة. طيب تفريق الرميات، يعني ايه تفريق الرميات؟ ان احنا نرمي واحدة بعد واحدة، وما ينفعش ان احنا نرمي السبعة كلهم بكف واحدة، ولو حد رمى السبعة كلهم بكف واحدة دي تعتبر رمية واحدة، ما تعتبرش 7 رميات، يبقى لازم نفرق الرميات. طيب الحاجة اللي بعد كده، ان احنا ممكن جواز الرمي في ليلا في ايام التشريق، يعني مش لازم الصبح ولا الظهر، ممكن نرمي بالليل. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم اول وقت للرمي، يعني هو وقت اول وقت للرمي ولم يوقت اخر الرمي. تمام، وهو وقت الرمي من منتصف ليلة النحر. بس انما نهايته بقى ما فيهاش نهاية، عادي. طيب رابع حاجة، مش رابع حاجة بقى، اللي هو الحاجة اللي بعد كده، لا يجوز التوكيل، ما ينفعش ان انا اوكل في الرمي الا لمن لا يستطيع الرمي ليلا او نهارا، زي مثلا الحامل اللي بتخاف ان هي مثلا تسقط او حاجة او على ولدها، او مثلا المريض. ولا يجوز ان يتولى الرمي الا من كان حجا، يعني ما ينفعش انا اوكل حد مش حاج ان هو يرمي الجمرات. المسألة اللي بعد كده في موضوع رمي الجمرات، لو حد بقى مثلا شك في عدد الحصيات ال7 اللي هو بيرميها، يعني هو رمى اقل ولا اكتر، فعليه ان يبني على الاقل حتى يرمي 7. يعني انا مثلا رميت 1 2 3 4، بعدين جيت في ال5 كده قلت الله هي دي الرابعة ولا ال5، فاعمل ايه ساعتها؟ ابني ان دي الرابعة، ابني على الاقل واكمل 7. تمام. طيب لو بقى النسى او خطأ في رمي حصاة او 2، فليتصدق بشيء من الطعام. يعني لو هو اخطأ ونسى، مثلا احنا قلنا ان هو يبني على الاقل ويتصدق بشيء من الطعام. طيب ده مسألة في رمي الجمرات. هنكمل بقى واجبات الحج. احنا قلنا واجبات الحج 7، قلنا الإحرام من الميقات ده واجب، استمرار الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس واجب، مبيت بمزدلفة، المبيت ليالي التشريق في منى، رمي الجمار، وفصلنا رمي الجمار. نكمل الحاجة السادسة من واجبات الحج، وهي الحلق أو التقصير. عرفنا منين قول الله تعالى في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وده متفق عليه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سابع واجب بقى واخر واجب من واجبات الحج، اللي احنا قلنا ان هي مش ركن، هي واجب لو ما اتعملتش يجبرها الدم، اللي هو ايه بقى؟ طواف الوداع. وده لغير الحائض والنفساء. انما لو المرأة حاضت قبل طواف الوداع وطافت طواف الافاضة وسعت، يبقى حجتها تمام صحيحة، ما يلزمش ليها طواف الوداع. انما طواف الوداع ده بيكون لغير الحائض، لقول ابن عباس: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض.
طيب بالنسبة مسألة في التقصير كده، ان تقصير بعض جوانب الشعر لا يجزئ في التحلل، والواجب ان انت تعمم جميع الرأس بالتقصير. يعني مينفعش انا اخد بس من الجوانب او كده، لا، لازم عموم جميع الرأس بالتقصير. ده بالنسبة لواجبات الحج. فاحنا دلوقتي بقى عندنا معلومات، المفروض اللي طالع يحج يبقى عنده بس المعلومات، اللي يفهم ايه هو الركن الاساسي اللي ما ينفعش يتم الحج الا بيه، ايه هو الواجب، إيه الحاجات اللي ممكن يعني يجزئها الواجبات يجزئها الدم، انما الاركان ما ينفعش يتم الحج الا بيه الا اذا اتى الركن. فدي بس معلومات كده مفصله. بالنسبه اتكلمنا في قبل كده عن شروط الحج، المفروض ان هي زي الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعه والحريه والمحرم بالنسبة للمرأة. واتكلمنا عن أركان الحج اللي احنا قلنا عليها: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. دول الأساسي يا جماعة، لأن لا يتم الحج إلا بيه. واتكلمنا النهاردة عن 7 واجبات للحج، اللي هي الإحرام، والوقوف مع عرفة، المبيت في مزدلفة، المبيت في منى، رمي الجمرات، الحلق، الطواف، طواف الوداع. طيب هنتكلم ان شاء الله في فيديو تاني بقى عن صفة الحج بقى بالتفصيل الممل. انا شرحت قبل كده شرح عام كده لمناسك الحج مبسط جدا. ان شاء الله في فيديو تاني لو حابين هنعمل صفة الحج بقى، ايه كأن الحج خطوة بخطوة ان شاء الله، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اعملها لكم في فيديو تاني. جزانا الله وإياكم الخير يا رب. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.